لا تسرق بيوته ذيل من داخل الأدراج، هذا بيتنا الأول وعيشوا تحت ظله. وجدي مدرس جدكم راجع الإخراج، وانا صاحب الفنجال الأول من الشاعر خالد الله يمسيه بالخير ابو جسار. لماذا اتى بهذا البيت؟ لا تسرق بيوت هذيل من داخل الادراج، هذا بيتنا الاول وعيشوا تحت ظله. سويعد الرزمي السلمي كان ذكي صراحه، سويعد وشاعر خطير. قدم مفردتين او تحدث في البيت اللي قبل بيت خالد الخالدي، وذكر مفردتين نجمتين وتاج، كان يرمي الى الابيات اللي نسبها احد الاشخاص انها لعبد الله المسعودي، وهي الشاعر دخل الله القوانه اللي يقول فيها توظف عندنا نعطيك رتبه نجمتين وتاج، وظيفه ما درسها اللي وظيفه ليش ما وصلها اللي درس علم الفلك كله ما يحضرني البيت. لكن سويعد كان ذكي صراحه. فخالد الخالدي ذهب لهذا الموضوع ليدافع ايضا عن البيت اللي نفاه حتى اقرباء عبد الله المسعودي، قالوا البيت هذا لا يخص عبد الله المسعودي، ولنسبك كان يكذب على عبد الله المسعودي رحمه الله عليه. سويعد الرزمي فتح الطريق واجهز على البيت ببيت اخر صراحه، قال وجدي مدرس جدكم راجع الاخراج، انا صاحب الفنجان الاول من الدله. والله البيت هذا أنا سمعت أحد مدعين النقد يقول خالد الخالدي دمر سويعد أبياته دمرت، لا والله التدمير هنا صراحة. وجدي مدرس جدكم راجع الإخراج، جدي اللي هو الجبرتي مدرس جدكم اللي يقصد عبد الله المسعودي راجع الإخراج راجع التاريخ، وأنا صاحب الفنجان الأول من الدلة، أنا صاحب الموروث الأول، وأنا الأول في المحاورة، وأنا صاحب الأسبقية، الفنجان هو الأسبقية من الدلة، من المحاورة صاحب الأسبقية. بكل تأكيد كان سويعد الرزمي خطير رغم قوة خالد الخالدي صراحة، لكن أجهز في هذا البيت وأنهى البيت بطريقة شعر محترف صراحة. قبيلة سليم قبيلة شعر يا أخوان، وفي من شعراءها شعراء عمالقة الصراحة، يفتح لك طريق وينهيك في آخر بيت. فهذا ما حبيت توضيحه، كل الشعراء مقدرين صراحة ومعتبرين لدي. شكرا لكم يا أخوان.